السلام عليكم أصدقائي. خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في ملعبه سانتياغو برنابيو. هذه الخسارة الثانية في أسبوع واحد. الأولى كانت في الدوري أمام سيلتا فيغو بهدفين مقابل لا شيء، والثانية كانت في دوري أبطال أوروبا في هذه الليلة أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف. تشابي ألونسو الآن في حيرة من أمره، والآن في مقصلة كبيرة بين في ريال مدريد، في إدارة ريال مدريد وبيراز وإلى آخره. إما أن يقصى هذا المدرب أو سوف يستمر لستة أشهر أخرى، أو سوف يستمر إلى حتى نهاية الموسم ثم يقيل وإلى آخره. الآن بعد قليل سوف تبان أخبار تشابي ألونسو، إما إقالته اليوم أو ينتظر بيراز والإدارة حتى يكون الخليفة أمامهم واضح تماما، ثم يقومون بالواجب، إما الطرد إما ترك المدرب يعمل بمهامه حاليا. حقيقة ريال مدريد اليوم قدم مستوى جيد في الشوط الأول فقط، أما بالنسبة للشوط الثاني وخاصة تغييرات تشابي ألونسو الذي تبقى تحير العالم كله. حقيقة تحير العالم. أنت مثلا تشابي ألونسو يجب على فينيسيوس ورودريغو ومبابي، لماذا لا يخرج هؤلاء الثلاثة؟ لا نعلم لماذا عندما ينخفض مستواهم لا يخرجون، عندما يكون مستواهم عالي نقول إنهم جيدون، لكن لماذا ينخفض مستوى لا يخرجون؟ بيليغهام لكي يلعب أردا جولر جيدا ويتحسن هذا اللاعب، يجب على بيليغهام أن يخرج ويدخل أردا جولر. إذن هكذا يكون المعادلة صحيحة. وأيضا يجب على رأس حربة خروج برأس حربة ودخول رأس حربة، أو خروج اللاعب على الجهة اليسرى ودخول اللاعب على الجهة اليسرى، حتى تكون المعادلة صحيحة ويكون الفريق متوازن ومتساوي الأطراف. مثال، عندما تخرج المدافع وتدخل لاعب مهاجم، أو تخرج خط وسط مدافع وتدخل لاعب خط وسط هجوم، فأنت هنا تقسم الفريق إلى قسمين فقط، إما دفاع كل أو هجوم كل. أما في الوسط فلا يوجد وسط جيد ومحكم إلى حد الآن. حقيقة تشابي ألونسو هو الذي يضع المحكمة على نفسه، ويضع اللوم على نفسه، ويضع خروجهم ريال مدريد على نفسه، ولا أحد يجبره على ذلك. لماذا؟ لأنه يجامل اللاعبين كثيرا، ويريد يريد أن يعطي كل لاعب، يريد أن أيضا لا يستغني على أي لاعب، ويريد أن يطمئن أي لاعب أنه سوف يلعب. هذا لا تستطيع في الملعب يرفض 11 فقط، 11 لاعبا فقط وليس أكثر. لذلك يجب أن تختار تشكيلة أساسية وتشكيلة احتياطية، وعندما يكون لاعب في الفريق نجم ينخفض مستواه يخرج ويدخل لاعب بديل له. وكلكم من أجل ريال مدريد، وريال مدريد من أجل المجموعة فقط وليس من أجل الفرد. إذا كان من أجل الفرد فإن ريال مدريد لن يتحسن أبدا، ولن يتطور أبدا، ولن يتقدم إلى الأمام أبدا. على تشابي ألونسو أن يغير من منهجيته، وأن يغير من أفكاره وأسلوبه، وأن يرجع كما كان عهدي في باير ليفركوزن، عندما كان يعتمد على 11 لاعب، وكان يعتمد على اللاعبين الاحتياط، وكان عندما ينخفض مستوى يخرج لاعب ويخرج النجوم عاديين وكالعادة، ويستغني ويتحكم في أسلوبه ويتحكم في خططه وتكتيكه. لذلك نجح تشابي ألونسو في باير ليفركوزن. لكن مع ريال مدريد شيء مختلف وأمور مختلفة. ومع ذلك ريال مدريد قدم مستوى بسيط وجيد في الشوط الأول، أما في الشوط الثاني فريال مدريد كان غائب، فقط كان كرات عشوائية من هنا ومن هناك، ألعاب فردية، ألعاب بدون ألعاب فردية، مهزلة كروية، لا عفن، لا توجد لاعب أسلوب واضح. لا أعلم ماذا يلعب تشابي ألونسو، لا أعرف أسلوبه ماذا يلعب ذاك اللاعب، إلى أين يلعب مركز ذاك اللاعب. وكأنه يجعلك أنت المشاهد تريد أن تقول كيف يلعب هذا، تفرق وتحب تحوس كيف متى يلعب هذا وكيف يلعب هذا وأين يقع هذا اللاعب في مكانه وماذا يلعب هذا. ومع ذلك مبروك للسيتي الذي قدم مباراة قوية وأداء رائع من فريق السيتي، مع فرديات جماعيا كما تريد أنت تشاهد السيتي. خروج هالاند لأن الذي يتحكم هو غوارديولا وليس هالاند، خروج شرقي لأن غوارديولا هو الذي يتحكم وليس شرقي، خروج فيل فودن لأن غوارديولا هو الذي يتحكم. حقيقة عالمي هذا المدرب، ويبقى في القمة ويبقى في المستوى العالي. وكل المدربين هم الآن يطورون أنفسهم عن طريق هذا المدرب غوارديولا الذي طور الكرة الحديثة في زماننا حاليا. مبروك السيتي هذا الفوز، وهارد لك الخسارة لهذا ريال مدريد.